عسلامة سي سمير. مرحبا بك. تنجمش تفسر لنا شنو من المستجدات، شنو صار اليوم؟ والله هي تراكمات معناتها من ممارسات الظلم اللي قاعد نتعرض لها من خلال معناتها عملية الإيقاف نتاعي والتهم الكيدية التي كان وجهها وزير الداخلية لحبيب السيد، نعتبره آخر وزير داخلية تجمعي. واليوم معناتها يتم إشعاري بأن تفقدية تقرر إيقافي عن العمل بذريعة تسريب أو سرقة وثائق، في حين أن هذه الوثائق هي وثائق إدارية معناتها تخدم الملف القضائي نتاعي وكنت تحصلت عليها سابقا، ويتزامن هذا عملية الإيقاف على خلفية المواقف اللي عبرت عليها بتطهير وزارة الداخلية، على خلفية ما كشفته بخصوص الأشرطة المفبركة، على خلفية معناتها تحولي لإدلاء بشهادة في قضية قتل الشهداء في تالا والقصرين. كل هذه فأزلام النظام البائد داخل وزارة الداخلية تحاول محاصرة سمير فرياني ووضعه في إطار حتى لا معناتها تنكشف الحقيقة. وش تعمل اعتصام اليوم؟ اليوم معناتها قررت الدخول في اعتصام مفتوح، وسأحاول أن أستمر في هذا الاعتصام، وربما أساعد بالقيام بإضراب جوع على خلفية هذه الممارسات التي أتعرض إليها من أزلام النظام البائد بمقدمتهم المدير العام للأمن الوطني والمدير العام للأمن العمومي. وتوا الحالي الديميسيون هذايا من الليموجاج هذايا اللي صار هذايا، شوف يحبوا يركعوا سمير فرياني ولن يركعوا سمير فرياني. هذوما الناس اللي تعمل هكايا مشى لهم ايتام المخلوع، اليوم لقاو روحهم وحدهم، اما ما نخليهمش باش يضربوني، ما نخليهمش باش يمسوني. قدرة ربي سمير فرياني اللي قال في رسالة مفتوحة إلى الشعب: لن أخذلك يا شعب لن يخذله، وسيبقى صامدا وسيبقى مرابطا إلى أن تنجلي هذه الظلمات التي تسلط عليه من بقايا النظام البائد. عاشق سي سمير. واضح.